السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كيما تشوفوا فيديو اليوم عبارة على ساندويتشات. ساندويتشات بكبدة الدجاج. آه، راح تشوفوا كيفاه طيبتها، طريقة تجي تهبل بنينة ما شاء الله. هادو درتهم لي أنا وأولادي، والزوج تاعي ما ياكلش الكبدة تاع الدجاج. لذلك يعني عوضتها بحاجة أخرى وراح تشوفوها في الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو هذا وما تندموش إنكم شاهدتوه فقط ما تنسوش جيم للفيديو وتعليق تحفيزي منكم تشجيع ليا يعني باش نستمر. مرحبا بأي ضيف جديد دخل قناتي، نتمنى يشترك ويفعل الجرس ونبدو على بركة الله. كما تشوفون عندي كبدة دجاج، هنا جابها لي في الليل، هنا علاه لونها كما هكا يبان جهة حمراء وجهة لأنه جابها لي في الليل وغسلتها طبعا باش ما تفسدليش، غسلتها في الليل وخبيتها في الفريجيدير تحت. نقطعها بشكل طولي كما هكا. كما تشوفوا كملتها وكنت شرينا معاها الكانزة غليتها طبعا، غسلتها وغليتها في الماء وخليتها، ما راحش نديرها في الساندويتشات، كلوها ولادي هكذاك يحبوها هما وكلوها. هنا نجيب مقلة ولا كسرونة ولا الحاجة اللي عندك وتحطي معاها شوي زيت وشوي ملح وتقليها كالعادة. أكيد كامل تعرفوا تقلوا الكبدة، لكن حبيت فقط ممكن يكونوا بنات مبتدئات ولا حاجة. الكبدة تاع الدجاج ما تحبش تتقلب في لحظتها، يعني تحب تتقلى من الجهة هذيك اللي حطيتي عليها باش ما تفتتش، لازم تخليها تتقلى مليح من هذيك الجهة اللي لتحت، من بعد تبدي تحركيها كما درت أنا. نخليها تتقلى مليح. من جهة أخرى جبت حبات ثوم قطعتهم، وعندي بصل وعندي قرن فلفل حلو وقرن فلفل حار. الكمية هذه راح نحي منها شوي، ما راحش نديرها كاملة مع الكبدة تاع الدجاج، راح نحي منها شوي لأني كما قلت لكم الزوج تاعي ما ياكلش الكبدة تاع الدجاج. راح ندير له حاجة أخرى مع البصل والفلفل، يعني راح ندير له ساندويتشات تاعو وحده، يعني مش زي تاعنا. هنا كما تشوفوا راهي تقلت الكبدة. راح نضيف نص مغرف تاع طماطم مصبرة وشوي برك تاع هريسة. يعني قادرين ديروا كمية كبيرة تاع هريسة، الساندويتشات تحب الهريسة، لكن أنا راح لأني من بعد كي نعمرهم راح نحط فيهم الهريسة في الخبز، على بالها درت أنا شوية بركة وندير هذاك الثوم وخطوة مهمة أني نخلي الطماطم يتقلى مع الكبدة مع الزيت باش ما يجيش قارص. كما تشوفوا حطيت هذاك الفلفل يتقلى مع الكبدة، والبصلة طبعا ما نحطهاش مع الكبدة لأنه راح تطلق الماء وتصمتها، لازم نقليها وحدها، وإلا ما قادرة ما تقليهاش خلاص. ومن بعد تقصيها نية وتحطيها مع ساندويتشات. راح نضيف شوية راس الحانوت وشوية كمون ضروري لأنه الكبدة تاع الدجاج دائما نقول لكم تحب الكمون. قادرة تستغني على الفحيط خلاص، ديري غير كمون وشوية فلفل أكحل ونخليهم يتقلوا مع بعضهم. وكما شفتوا ضفت شوية ماء لأنه حابة نتحصل على صوص. هنا كما شفتوا كنت في يوم من الأيام هكا قبل خلاص جاب لي الزوج تاعي دوارة تاع جدي،
وكانت معاها الخصيتين هاذم ولا نتاع الجدي، خبيتهم الكبدة والدوارة طيبتهم بصح هاذم خبيتهم في الكونجيلاتور، هيا لقيتهم دركا. كنت حاصلة موالفة كي ندير حاجة بالكبدة تاع الدجاج لأنه ما ياكلهاش، نجبد طرف تاع الدجاج لأنه ما عنديش المرة هذه الدجاج، سلكت روحي بهذم، طبعًا طيبتهم في الماء و ونحيت لهم هذيك الجلدة الفوقانية خلاص، من بعد قطعتهم، غسلتهم حتى بعد ما نحيت لهم الجلدة ذيك الفوقانية عاودت غسلتهم. بعد حطيتهم في المقلة في الزيت قليتهم شوية وضفت لهم نص حبة طماطم، وضفت لأني كنت قليت في مقلة أخرى قليت شوية فلفل وبصل وحدهم كي شكشوكة هكا وضفتهم عليها. هذه هي وباه راح نعمر الساندويتشات تاعهم. راح نقول لكم على معلومة فقط لأنه شفت قبل الخلاص شفت كاين ناس في اليوتيوب الخصيتين هذم تاع الخروف ولا تاع ما يطيموهمش بطريقة صحيحة، يحكموهم هما نيين ويبدو ينحوا لهم في الجلدة وأصل صعيبة باش تتنحى هكذاك. هذه طريقة غالطة ولازم تطيبوهم ساعة أولا في الماء باش ييبسوا هكا شوية يحكموا رواحهم ومن بعد تنحوا لهم الجلدة كما شفتوني أنا. وهنا كنت نقلي في البطاطا، وهنا الخبز هذا راني شريته يعني مانيش طيبته شريته جاهز لأنه جاي حجمه كبير هكا راح نقطعه على على 2. هنا نحكمك الكبدة هذيك كما تشوفوا تحصلت فيها على صوص يعني باش ما يجيش الساندويتش ناشف، ولأني راح نحط الكبدة مقلية وهي راح تمتصك لاصوص. راح نخلي شوي بطاطا لأني راح ندير بها خلطها مع الشكشوكة الأخرى اللي كنت درتها كما قلت لكم راح ندير زوز أنواع، وتضيفوا شوي دبشة ولا معدنوس ولا اختياري قادرين تستغنوا عليهم يعني كمية قليلة فقط. أنا ضفت هذاك البصل. علاه ضفت البصل وضفت يعني باش نزكي في نفس الوقت مش على الطعم فقط باش نزكي الكمية. هنا نجيب الهريسة. علاه قلت لكم أنا قلت لكم باش نزكي يعني البصل كي يتكرمل ثاني يجي بنين وتزكي الحشو هذاك تاعك يجيك كمية وافرة يعني. وهذا النوع الآخر اللي قلت لكم درته للزوج تاعي راح الساندويتشات طبعا راح ندهنهم كامل بالهريسة. أنا جامي ندير ساندويتشات بالهريسة يا إما المشرية هذه راهي مشرية ويا إما المخدومة في الدار، وندير الفرماج كان عندي هذا خلاص لي ذاك تاع البيدون وكل الأنواع الأخرى بقى لي غير هذا. راح ندير حبة برك في كل ساندويتش. من الأفضل الساندويتشات ديروا لها الفرماج طري باش تكون طرية يعني ما تكونش ناشفة، لكن أنا راني ندير بالموجود وفي الأمان. وصدقوني يجو بنين يسخفوا
وإن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. وكما تشوفوا هنا راني نعمر فيه.